السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ متنسوش تحطوا اللايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا واحنا عايزين كده تقولنا يلا يا ولاد قوموا اتجدعنوا معايا وتشطروا كده عشان النهارده هنعمل كفتة رز، انما ايه عظمة. اول حاجة غسلت الرز ودلوقتي حطيت عليه بصلتين كده، حوالي بصلتين، وكمان حطيت عليها الخضرة. كتري في الخضرة على قد ما تقدري علشان الكفتة بتاعتك تطلع خضرة وجميلة ولونها حلو. طبعا عاوزه اقولك على حاجه، ان احنا بنروح نفطرمها عند الجزار بنحط عليها ايه، يعني انت حطيتي كيلو رز حطي كيلو لحمه. بنحط طبعا لحمه جملي. طبعا لو انت عندك في البيت بقى كبه تعرف تفرم اللحمه تقدري انك تحمليها في البيت وانت قاعده من غير ما تروحي للجزار. دلوقتي طبعا تيتا كانت بتخرط الخضره زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى حطيت لها توم مهروس، ده من الفريزر احنا بنفرزه، ان شاء الله انزل لكم طريقته. حطيت كده حوالي معلقه كبيره من الملح، واربع معالق فلفل اسود يعني بالوعم كده، وكمان 3 معالق كمون، وكمان حبة شطة لو انت حابة، لو مش حابة خلاص. دلوقتي كنا رحنا للجزار. طبعا هي مكانتش سبايسي ولا حاجة، يعني كانت طعمها متوازن. طبعا عملنا على قد الكمية اللي احنا عاوزينها، والباقي فرزناه في الفريزر. تقدري تفرزيه عادي جدا، مش هيحصل له حاجة. زي ما انتم شايفين دلوقتي كده تيتا بتصبحها ما شاء الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لاخواتنا غزة والسودان ربنا ينصر. انا رحت طبعا عند الجزار، واللي ما يعرفنيش انا اخت نور. رحت عند الجزار وقلت له وزن كيلو من اللحمه، حطيته على الرز بالخلطه اللي احنا قلنا لكم عليها في الاول دي، وفرمها لي. دلوقتي بقى طبعا كان الزيت سخن، فكنت بجرب واحدة كده اشوفها سخنت ولا لا، يعني هيقدر يعملها له. دلوقتي بقى طبعا بقيت احط بقيه الكميه. طبعا يا جماعه طبعا بمراحل، يعني انت تحطي حبه واللي يحمر تطلعيه وتحطي حبه كمان، فاهمين قصدي؟ طبعا الرغاوه اللي بتطلع من الكفته دي عادي جدا، يعني عشان الكفته فبتتحط في الزيت فبيحصل كده عادي. وللمصداقية يا جماعة أنا خليت له يفرم لي الكفتة مرتين وشين، يعني عشان تطلع ناعمة. أما لو الكفتة بتاعتك طلعت نشفة شوية في العجينة كده، تقدري تمسحي ايدك بالزيت وتعمليها الطريقة المعتادة. وطبعا الملح كان دلع شوية، فانت ممكن تزودي ممكن ربع معلقة ملح كمان. طبعا زي ما انتوا شايفين الكفته كانت طالعه دهبي ازاي، وكان مقرمشه الصراحه، وكانت جميله، كانت سخنه وجميله جدا. دلوقتي بقى الطماطم كنت انا بضربها بقطعها دلوقتي عشان احطها في الخلاط. زي ما انتوا شايفين الكفته كانت ما شاء الله طالعه سخنه، مكنتش عارفه امسكها خالص، استنيت لحد ما تبرد عشان اوريها لكم من جوه. زي ما انتوا شايفين دلوقتي بقلي اهي. دلوقتي كانت بردت شويه يعني لحد ما شايفين من جوه خضرة وجميله ازاي. طبعا الاضاءه مش حلوه قوي، بس يعني اي حاجه تقضي حل. دلوقتي كده زي ما انتوا شايفين عملنا الطماطم. دلوقتي انا هعصرها في الخلاط، اضربها في الخلاط يعني. ما شاء الله كانت جميله جدا، وتسلم ايد اللي عملها طبعا. زي ما انتوا شايفين دلوقتي وطبعا بدأنا يا نضرب جماعة الطماطم. كانت طالعة زي العسل زي العسل، وكانت حلوة جدا جدا الصراحة. وتسلم ايد تيتا ونور، والصراحة جامدة جدا جدا جدا. دلوقتي طبعا انا كنت بضرب الطماطم، وعشان هصفيها طبعا الطماطم لازم تتصفى زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كانت انا حاطه شويه كتير في الخلاط، عشان كده كان الخلاط بينزل بقى منه. دلوقتي طبعا كنت بصفيها، وبعدها صفيتها بقى بالمعلقه عشان هي كنت عماله اضرب فيها كويس فما كنتش عايزه تعمل حاجه. دلوقتي بقى كنت بعملها بالمعلقه. طبعا ما تنسوش تحطوا اللايك وصلوا على الحبيب قلب كتير. زي ما انتوا شايفين عصرتها كويس جدا لحد ما بقى التفل ده. لو عندك اي طيور تقدري انك تحط لهم عادي جدا. دلوقتي طبعا الطماطم اهي ما شاء الله كانت جميله، ومتنسوش اللايك. زي ما انتوا طبعا شايفين يا كانت خفيفه جماعة جدا. التفل بتاع الطماطم دوت للفراخ البلدي بس. زي ما انتوا شايفين حطينا شويه سمنه وحبه زيت، وحطيت الطماطم تتسبك. شايفين كانت الكفته جميله ازاي. طبعا عايزه اقولك على معلومه، طبعا الطماطم اول ما تتسبك تحط لها التوابل بتاعتها، وبعدها تحط لهم الميه، تزودي لها بقى الميه لحد حبه كميه، وبعدها بقى تحطي بقى يعني حوالي كده آه كوبايتين كبار مثلا يعني ميه. دلوقتي هنا كنت هعمل الرز. حطيت السمنه وحطيت الزيت وهحمر الشعريه الاول. ما شاء الله كان الاكل طعمه جميل جدا. تسلم ايد اللي عمل. طبعا يا جماعة نصيحة لوجه الله، لو انتي مثلا هتعملي كيلو رز لكيلو لحمة، كيلو نص نص بنص، كيلو بكيلو، 2 كيلو ب2 كيلو، بس كده يعني معلومة لوجه الله. دلوقتي طبعا كنت بحمر الشعريه.
ما شاء الله كانت جميله جدا، تسلم ايد اللي عمل. زي ما انتوا شايفين بقى هنا كنت بحمر الشعريه عادي جدا، وطبعا واحط برضو بقى يا عليها جماعة الرز. تركاية كده من عندنا، شوية ملح على الشعرية وبتتحمر بس مش كتير. بصي بتخلي الشعرية تتحمر بسرعة جدا. دلوقتي طبعا كنت بحمر الرز برضو مع الشعريه شويه، وانا هي بقى دلوقتي كنت بحط الملح والفلفل بس على الصلصه. دلوقتي بقى هنزود لها الميه، طبعا كنت هنا مزوده لها الميه اكيد علشان طبعا احطها. دلوقتي كانت هنا انا حطيت يا جماعه المعيار للرز على فكره، حطيت له الميه يعني، بس انا ما عرفتش يعني كانت اللقطه دي اتحسفت مني. بصوا هنا بقى كنت حطيت الطماطم، وحطيت قصدي البطاطس والكفته. كنت وهي بديها بس غلوه واحده علشان ما تتهريش زي ما انتوا شايفين كده. يا جماعة طبعا اختي وهنا بقى الرز ده هنا كان استوى. استنى اقرا لكم دلوقتي. كان هنا استوى مفلفل ما شاء الله، كان جميل جدا. وزي ما انتم شايفين كده انتهى الفيديو. استناكم في فيديو جديد، مع السلامه.